تعلمنا عدم اساءة الظن بالآخرين، وسمعنا منكم بالأمس أن الإخوان إن تمكنوا سيأخذوا على الدعوة السلفية. هذا عن تجربة، عن طريقتهم التي عانينا منها كثيرا. أنا مرة اترميت بره المسجد، شالوني على بعضي كده ورموني بره، مش ناسيها. هم أكيد ندمانين عليها دلوقتي عشان عملوا موقف شديد ما يعني أثر علي، لكن هم مش هيفتكروها. لكن يوم ما وهم كانوا مخالفين للاتفاق، ولكن طلعوه بره وطلعت بره، اترميت بره. ثم يأتي أحد أعلام السلف ويقول: لا نثق في أن جماعة الإخوان المسلمين ستطبق الشريعة، ولذلك لن نؤيد محمد مرسي. ومن أنت أصلا؟ من أنت الذي ننتظر منك أن نثق أو أن تثق أو لا تثق؟ وجميعنا يعلم في النظام السابق أين كان الإخوان وأين كان هؤلاء الذين أصبح لهم الآن كلام ورأي، ويتكلمون في السياسة ويعتبرون أنفسهم من زعماء السياسة.